سرقني الوقت وراحت عليا نومة وما لحقتش اعمل غدا. اسكت؟ لا ما اسكتش. نزلت السوق زي الشاطرة كده واشتريت سمك صاحي بيلعب. وايه يا بنات؟ مبطرخ، عبارة عن بطروخ، البطن بتاعته عبارة عن بطارخ وحبيبات دهب كده. اشتريت بقى السمك صاحي كده طالع من النيل بيلعب، وحطيته في الردة ورحت شويته في الشارع. ما انا مش هبهدل البيت. انتي بقى لو عايزة تشويه في البيت وتحطي شويه رده على السمك على طول وتشويه في البيت مفيش مشكله، بس هيزفر البيت، فانا بحب اشويه بره. تعالى اوريكم وانا بشتري السمك، واوريكم انا عملت الغدا في منت الا منت النهارده ازاي من غير ما اتعب ولا اعمل اي حاجه. يلا خدكم جوله واوريكم الاسعار، واوريكم انا عملت ايه النهارده والغدا خلص ازاي. نزلت بقى السوق عشان اجيب السمك الجوابي او السمك الشبار الصغير او السمك البلطي الصغير. هنا في القاهرة مش عارفين قيمة السمك ده، بس مفيش اي حد سواحلي ما يعرفش قيمته. اغلى سمك عندنا في اسماعيلية، واغلى سمك في بورسعيد والسويس واسكندرية سمك الجوابي المبطرخ ده غالي جدا. بتوع القاهرة هنا ما بيحبوش السمك الصغير، فانا بقى بروح السوق ده مخصوص بجيب السمك المبطرخ بتاع النيل. ده سمك نيلي مبطرخ، شايفين ده بقى صاحي وكان بيلعب من شوية بقى وبيتنطط كده. هنا انا كنت بنقي بقى السمك المبطرخ لان اي حد سواحلي بيحب البطارخ موت، وبنسميها الدهب الاصفر زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا بما ان احنا بنشتري السمك ده وبنجيبه مبطرخ بنشويه وهو مقفول. بالله عليكم الناس بقى بتاعت اف ويا وياي انت ازاي بتاكلي السمك ببطنه؟ احنا السواحل كده بنحب السمك ببطنه، السمك بالذات الجوابي او الشبار المبطرخ بنحب ناكله ببطنه. ما تعمليش زينا، لو انت مش من هوايات السمك المقفول ما تعمليش زينا. زي ما انتوا شايفين خدته على الراجل الجميل ده، الراجل الطيب محمد، عشان يشوهولي، لان انا لو خدته البيت هزفر الدنيا. فبيني وبينكم عايزه اروح اعمل شويه السلطه واعمل شويه الرز وخلاص. مسك بقى سمكه سمكه كده غسلها كويس، وزي ما انتوا شايفين بطنها مقفوله وكل حاجه فيها زي ما هي. هو غسل بس السمكه. جبت السمك بعد ما اتغسل وحطيته في الرده وحطيته على الشوايه بالشكل ده. اوعي تفتحي بطنه، لان لو فتحتي بطنه السمك المبطرخ راح. هو عبارة عن بطروخ اصلا، وهو عبارة عن بطارخ، فانت كده ضيعتيه. هنا بقى الراجل الطيب ده انا مجرباه عامل خلطة كده بيرشها على السمك المشوي المقفول بالشكل ده، وبيحط بقى الملح والشطة والكمون والكزبرة وبيحيقه، بعد كده بيلفه وبيدهوني. روحت البيت يا بنات وعملت شوية سلطة خضراء مخدتش مني 10 دقايق، ورصيت السمك كده في سرفيس، وعملت شوية رز أبيض. ودي أكلة سواحلية صرف، اسماعيلوية، اسكندرانية، بورسعيدية، سويسية، مرسى مطروح، أي حد سواحلي عارف الأكلة دي. أسهل أكلة هتعمليها سمك مشوي بالردة وشوية سلطة خضراء ورز أبيض. هحط كده على السلطة شوية ملح وهعصر كام ليمونة، أنا بحبها بس التوابل اللي عليها ملح وليمون، ما بحبش أحط زيت ولا توابل تانية، أنا بحب بستطعمها كده يعني. وهحط برضو شوية توابل على السمك وهعصر شوية ليمون. زي ما انتوا شايفين حطيت على السمك شوية كمون وكزبرة وشطة عشان لو هو عادب شوية احدقه. وهرش شوية ملح كده، برش ملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة، وبعد كده بعصر كام ليمونة عليهم. وطبعا انا غرفت الرز الابيض في اطباق. جربيها، اسهل واطعم اكله هتعمليها. الفيديو النهارده برعايه السواحليه. اي حد سواحلي يثبت وجوده في الفيديو ده ويقول لي هو من انهي بلد سواحليه. هستنى تعليقاتكم ولايكاتكم يا سواحليه على الفيديو ده.